أخواتي المغربيات، إخواني المغاربة، السلام عليكم. انهزمنا في نهائي كأس أفريقيا، لكن استطعنا أن نخرج أعداء نجاح المملكة المغربية الشريفة من جحورهم، أمثال تركة البنسيون. أما تركة أم حسن فنحن تعودنا على مع من حشرنا الله في الجوار. شاهدنا قبل المباراة من كنا نعتقدهم إخوانا لنا، شاهدناهم كيف مارسوا الضغط على التحكيم بتصريحاتهم، وكيف حاولوا التشويش على التنظيم الذي كان من الطراز العالي مثل طاقم التدريب السنغالي. ورأينا عدم احترامهم لمجريات المقابلة ومحاولة الانسحاب. لهذا على المغرب أن يتعلم الخبث الكروي، وعليه التوقف أن يرفع من شأن الآخرين في مناسبة أو دون مناسبة، وعليه أن يتوقف أخيرا على الترحاب الزائد، وعليه أن يتوقف فعلا عن الترحاب الزائد، وكذلك يشرع في المعاملة بالمثل، لأن التعامل بالأصل مع من لا أصل له يظل معادلة مظلمة، لأن التعامل بالأصل مع من لا أصل له يظل معادلة مظلمة، خاصة مع أحفاد أم حسن ومشتقاتهم. وأكبر خطأ نرتكبه في حق أنفسنا ووطننا هو أننا نتعامل بشرف مع عديم الشرف، سواء تركة البنسيون أو تركة أم حسن. والآن ظهر خبث تركة مامادو. لهذا ممكن أن ننسى، ولكن لن نسمح. كما قيل: يأتوك بالعناق ويقتلونك بالنفاق، وتبقى القلوب الخبيثة حتى ولو أعطيتهم من الود أطنانا. لأن عامة الطرف الثاني يظن أن المغاربة أغبياء، وهذا ما نراه حتى في قنواتهم على الميديا، في قنواتهم على فيسبوك، على اليوتيوب، وكذلك هنا على التيك توك، حيث استطاعت تركة البنسيون أن تجعل من بعض المغاربة لعبة مشاهدات، وبدلا من أن تدعم الأخت المغربية والأخ المغربي المحتوى المغربي عامة، تجدهم يتلصقون ويدعمون قنوات كل من له لسان أعوج، وكل من كان بالأمس القريب يرتدي جبة في بلده ويضع مادة القات في فمه أصبح اليوم ذا شأن في بلدنا. أما تركة البنسيون فحدث ولا حرج. إن كنت تظن أخي المستمع، أختي المستمعة، أن الغريب يدافع عنك أو عن بلادك من أجل سواد عيونك وحبه في ثوابتك، أقول لك: أنت مخطئ يا صديقي، أنت مخطئ يا صديقي، وغبي من درجة فارس. هؤلاء ولاؤهم الوحيد فقط للأدسنس والمداخل المادية، والدليل أنهم لا يشاركون في منصة تويتر، أقصد منصة إكس اليوم، لأن هذه المنصة لا تعطي بما يسمى الإدسنس أو التحفيزات المالية. تخيلوا معي، منهم من تركة البنسيون من عاش أكثر من 20 سنة في الكويت، والغريب أنه لم يفتح حتى اليوم
عن الكويت الشقيقة أي لايف، ولم يعمل عليها حتى أي فيديو كالشكر على الضيافة أو سنوات الهجرة التي كان يقيم مع أسرته في تلك البلد. لكن عندما اكتشف العلبة السوداء لعاطفة بعض المغاربة، ها هو اليوم ينعم في النعيم على حساب غباء بعض المغاربة، أو نسبة كبيرة من المغاربة. والمصيبة وجد المستلبين يمشون معه جنبا إلى جنب بحجة أن هذا الشخص يؤازر المغاربة في قضاياهم، واللائحة طويلة. وتجد هؤلاء المستلبون هم من يدافعون عن تركة البنسيون بحجة الكرم وأمور أخرى. أؤكد أن استراتيجية المملكة المغربية ليست مسبحة درويش، ولا عمامة متمشيخ، ولا زاوية متعبد. استراتيجية المملكة المغربية إنها علم، تخطيط، تنظيم، تنمية، إنتاج وإتقان، مع تطور لمغرب الغد تحت مظلة جلالة الملك نصره الله وحفظه وشفاه شفاء لا يغادر سقما، ومع وجود نساء مغربيات حرائر ورجال مغاربة أحرار الذين لا حدود لوطنيتهم فقط. وكما قال الدكتور عبد الله العروي: المغرب جزيرة مطوقة، قدرنا أننا جزيرة ويجب أن نتصرف كسكان جزيرة. هذه المقولة لو تدبرها المستلبون والمنبطحون لما تجرأت علينا تركة البنزيون وتركة أم حسن، والآن تركة مامادو. لكن حتى لا أنسى، لابد أن نحيي عيون وطن لا تنام، لابد أن نحيي عيون وطن لا تنام، رجال الأمن الأوفياء الذين سهروا على حماية الحفل الكروي، فكانوا مثالا في الانضباط والمسؤولية وركيزة في هذا المشهد الحضاري الذي أبهر العالم بالهدوء والتنظيم والرقي. كما لا يسعني إلا أن أرفع أكف الشكر والعرفان إلى من يقود سفينة الوطن بحكمة وحنكة إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، راعي النهضة المغربية والداعم للرياضة والشباب، وصاحب الرؤية في جعل الرياضة وسيلة لبناء الإنسان قبل أن تكون منصة لحصد الألقاب. جلالة الملك بهذه الروح العالية وهذا التلاحم بين العرش والشعب أثبتتم أن ما وصلنا إليه ليس مصادفة، بل ثمرة إخلاص وعمل ومشروع وطني يسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر إشراق، بتواجد السيد فوزي اللقجع الذي قدم عملا ماراثونيا لهذا الشكر. كل الشكر لهذا الرجل، وشكرا للمنتخب الوطني، وشكرا للناخب الوطني، وشكرا لعاملات النظافة وعمال النظافة الذين سهروا على نظافة الشوارع وعلى نظافة الملاعب، وشكرا لكل من شارك في نجاح أو في إنجاح هذه التظاهرة في بلادنا. كان معكم الطائر الحر، تحياتي لكم.